السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من الله يلقاكم فيديو على أفضل حال. اليوم غنحضر معكم تيبان مالحين بالعجين المورق ناجح 100%. كيجي مورق وخفيف. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير مع طريقة سهلة وسريعة. ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غنحتاجو للمقادير: عندنا زيت البلدية وجزر مبشور على شكل طولي، يعني ما نحكوهش رقيق باش ما يطلقش الماء. عندنا بصلة مشلضة، صدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغار، الفطر والربيع، كزبر ومعدنوس، البزار والفلفل الأحمر، ملح وسكينجبير والثوم والهريسة على حسب الذوق. نديرو الزيت في المقلاة، نديرو البصلة تشحر، غادي نزيد صدر الدجاج او قطع الديك الرومي اللي كان متوفر عندكم في الدار، ومن الاحسن يكون جامد منين نجيو نقطعوه باش كيجي الشكل ديالو مقاد. غنستمروا في التحريك حتى يتقلى شويه، ومن بعد عاد نضيفوا الفطر. ممكن تستغناو على الفطر، يعني ماشي ضروري. صافي غادي نستمروا في التحريك هكا حتى يتقلاو مزيان. وغنضيفوا خيزو الجزر والربيع. والتوابل ديالنا: الفلفل الاحمر والفلفل الاسود والسكينجبير والملح والهريسه والثومه. دابا غادي ناخذ واحد الحامضه صغيره ونعصر النصف ديالها، يعني لتصحيح الذوق فقط. صافي وغنخليو الحشوه ديالنا تشرب مزيان ما يبقاش فيها الماء، وننتقلوا تحضير العجين المورق. غنحتاجو كاس ونص ديال الحليب دافي. في الاول غادي نضيف كاس ونص ديال الدقيق، كاس ونص، ومن بعد غادي نضيف كاس ونص ديال الحليب دافي، صافي. وغادي نزيد معلقه كبيره ديال السكر سنيده ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. لكن الجو ساخن ديروا غير معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه. غادي نستمر في التحريك مزيان حتى ما تبقاش الخميره بكويرات، يعني حتى تندمج مع الخليط، ونغطيوها ونخليوها تخمر المره الاولى.
صافي نغطيوها ونخليوها هكاك ثلث ساعه ولا ربع ساعه على حسب الجو. هنا بعد ما خمر الخليط وتفاعل مزيان غنضيفو عليه البيض ديال البيضه، بيضه وحده البيض ديالها، وثلث كاس ديال الزيت البلديه. كنفضل انا الزيت البلديه، لا بغيتو ديروا زيت لو سور يعني العادي الروميه. شويه ديال الملحه، غنحرك شويه ومن بعد غادي نزيد الدقيق اللي سبق لينا. هنا غنزيد الدقيق شويه بشويه وانا كنحرك. المجموع اللي احتاجيت ديال الدقيق هي 5 الكيسان ونص على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم. تقدر تكون قل، تقدر تكون كتر. صافي غنبقى نزيد شويه بشويه. عينك ميزانك، يعني كتشوفي العجين اللي غادي يتجانس ويتجمع مزيان. كيف ما كتلاحظوا كنزيد الدقيق شويه بشويه، ما بغيتش نزيد في دقه واحده باش ما يقصح ليناش العجين اكثر من القياس. انا حاولت نسرع الفيديو باش ما نطولش عليكم بزاف. غنستمر هكا في جمع العجين ومن بعد غادي نديرها على طاولة العمل افضل باش ندلكها غير شويه، ما تحتاج الدلك بزاف، يعني غير بيد ما تجمع لينا العجين كيف ما كتلاحظوا. غير 2 دقائق هكاك ما نفوتوهاش، يعني ماشي بالضروره تدلكيه بزاف. العجين ما يكونش قاصح وما يكونش جاري في نفس الوقت، يعني يكون رطب ويجينا ساهل فاش نجيو نطلقوه. صافي غنقطعوا العجين ديالنا مباشره، يعني ما نخليوش يرتاح، ونديروه كويرات متساويه. نتوما وشحال بغيتو، يعني نتوما وشحال بغيتو ديال القدر الكويرات. انا جاتني 12 حبه، يعني كل ما درتو كرات كتر كيكون التوراق ديالها مرق بزاف. صافي من بعد ما كملت الكويرات ديالي غادي ننتقل باش نطلق الكرات مباشره. نستعنوا شويه ديال الدقيق، نبقاو نطلقوا بالوحده، نطلقوا كل شيء هكا في هذا الشكل هذا، يعني ما كبير ما صغير. بحال هكا نستمر حتى نكملوا كل شيء، وغادي نبقاو نديرو بالوحده. كنحكو عليها زبده التوريق وكنديرو طبقه اخرى وحنا ماشيين بحال هذا الشكل. كنقادوهم من الجناب
ومن الاحسن تكون الزبده يعني نجبدوها من الثلاجه، ما تكونش بحراره الغرفه باش ما تعجنش لينا في يدينا، وكتساعدنا في التوريق بكل سهوله. هنا استعملت 250 غرام ديال الزبده، يعني رابعه كفاتني، جاتني نيشان، يعني قد العجين قد الزبده. صافي هنا ساليت اخر وحده، ما كنديروش من فوقها الزبده، كنحاولوا نطلقوها بالمدلك حتى ترجع يعني ماشي رقيقه بزاف، شويه، وغتكون جاهزه باش نديرو بها اي مملحات بغيتو. الا بغيتو ما ديروش هاد الشكل دائري، يعني بامكانكم ديروا هاد الطريقه وتعاودوا تطلقوها مزيان وطويوها على شكل مربع وشكلوها كما حبيتو. صافي من بعد ما طلقتها مزيان غادي نقطعها بالجراره او بالموس، كنقطعوها على 4، ومن بعد كل ربع كنقسموه على 2، وحنا ماشيين بهذه الطريقه. هنا بغيتو يجيوكم صغار قسموا كل واحد على 3، انا حاولت نوريكم هنا لا بغيتوهم صغار. انا جات شويه ماشي الشكل ديالها، نحيد داك الطريف. صافي غنكمل هذا الشكل، هذا درتو كبير، يعني من الاحسن نتوما والذوق ديالكم بغيتوهم كبار ولا صغار، هكا كيجيو كبار، ولا قسمتوهم على 3 كيجيو صغار. صافي غنجيب الحشوه ديالي، غادي ندير شويه كل طرف، هنا على حسب الذوق. عندي صوص الجيريان، صلصه جزائريه، على حسب الذوق نتوما وشنو بغيتو. يعني ندير شويه غير نص الصلصه الجزائريه والنص نديرو هكاك عادي، نحاول نبسطو شويه بالمعلقه. صافي غنستمر توزيع الحشوه على العجينه كامله، وغادي نحك شويه ديال الموتزاريلا من الفوق، يعني اي نوعيه ديال الفرماج عندكم، انا كنفضل الموتزاريلا، ولا عندكم حتى اضام يعني بامكانكم تزيدوه، دائما على حسب الذوق ديال كل شخص. صافي من بعد ما كملنا غادي نبقى الرولي بتي بان ديالي على هذا الشكل.
دائما داك الجنب اللي كيبقى الاخير، يعني الاخر ديال المثلث، كنحطوه لتحت باش منين يتنفخوا في الفران ما يتفكوش ما يتفتحوش. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل التيبان ديالي كامل، ومن بعد غادي ندهنو بالبيض وقطيره ديال الخل، بالصفر ديال البيض، قطيره ديال الخل باش كيجي لامع. وغادي نخليه يخمر شويه، شي 15 دقيقه على حسب الجو. غادي ندير عليه شويه ديال الزنجلان اختياري. في هذه الاثناء منين يخمروا يكون الفرن ساخن، يعني درجه الحراره معتدله. ها هو دا الشكل النهائي ديال التيبان ديالنا المالحين، كيجيو مقرمشين ومورقين وخفاف. ان شاء الله تجربوهم وردوا عليا في التعاليق. ودائما ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.